جائزة بنفس القيمة ونرجع له دراجته النارية. بسم الله وعلى بركة الله ننطلق. يضيق العمر والدنيا ويتلاشى الأمل والنور ومأساة ذلة الحاجة على اللي حالهم مستور. بنزل لك الآن حراج الموتورات، شوف لي أرخص موتور موجود في السوق. يعني يكون موتور قدوش تبيعه وتخارج منه؟ لا بس في نفس الوقت تحس أن هذا الشخص محتاج. أيوة أخي، شام موتوره رخيص. شام موتور عرضه. لا كم؟ حقه منه ذا؟ شا واحد وحقه شيء بيه صاحبه. ايوه حقه هذا كم على هذا كم؟ كم من الأخير؟ كم على هذا كم؟ كم؟ شام موتور عرضه يا أخي، وين الموتورات؟ وين الموتورات؟ غالي ذا شربع ذا شخم كلهم شيء يتكسبون. البيع كم؟ غالي كم على هذا كم؟ كم؟ البيع يا حاج؟ ايوه بكم؟ 80 ايش غالي؟ مد الله منك يا اخي، قول بريال. ما عجبناش 80 ما عجبناش. قرب شوف احنا نقول لك مد الله منك. بكم بتبيع يا حاج؟ 80 غالي. طيب كم خارجك؟ كم جابوا لكم انت كم؟ يا اخي كم خارجك؟ قول بريال وعنك المصنع 70 كيف 70؟ لا راح اكسب 70 له. طيب كم خارجك؟ كم جابوا لك انت؟ خارجك ب 50 اسال ان شاء الله. ابو لنا 45 انا ما رضيت ابيع. ايوه كم شبينا؟ 50 معك قطافه معنا 50 من النهايه. ما شيغلش يا حق بال50. حصل موتور ب 50. انت ذا عقد ب 50 60. طفي يا اخي بقول لك ما ايش دلاله. خلاص روح الله يفتح عليك. خلاص يا اخي اهداء. الله النبي انت اللي هداء. خلنا نتكلم مع الرجال. انا طلب الله هنا. حول الشاشه اللي غير الشاشه اللي غير. الله النبي اللهم صل وسلم على الواحد الرجل زي خلاص يا حي صلى على النبي. اللهم صل وسلم. ليش شغلتها انت بس؟ صلى على النبي يا حي. امانه ب 50 ما تنقص ريال. 50 امانه شرينا بال50 يا اخي يلا. بس نجربه. اجربها يا اخي بالخط، جرب مشوار، جرب كذا، روح ورجع وبعدين ارجع لما عند المكتب. اتعربون وانا اجرب لك الان. ضروري عربون. ضروري شارك 1000 ريال عربونها. 5. لا شوف عربوني ابلغ حتى 100 ريال يبغوا يا اخي 1000 ريال عربونها. هذا عدى لك زلط. انا شارح انا وياك مشينا انتم بمشوار الان بالموتور. رحنا رجعنا كتبنا تصدينا. يلا بسم الله توكلنا على الله. لا يسوقوا عادي مش مشكله. يا اخي انا شفت قدوة ارخص موتور. انت صلى على النبي، انت بيت وانا اشتريت توكلت على الله. دحين حنجربها علشان نعيد الموتور. اقول لك يا حاج صلى على النبي لا تخافش. كذا الف كذا احسن. نجرب وعبينا بترول. يا حاج البيت حقنا هناك. ايوه عشان اشتري خلاص. جنب انا صاحبي اللي جاي يشتري. انا شريت لصاحبي ذا اللي في الباص خليه يجربها. كبه يجربها. انا شريت لصاحبي اللي في الباص. كبه يجربها وان شاء الله رب العالمين يوفق. السلام عليكم يا شباب. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عم؟ حياك الله. ما فيش سلف. عندل ما فيش ولا سلف. بطاريه ولا في حاجه. طيب اسمعنا. جربتها له؟ جربت لها يا. بكم سديتم؟ سدينا ب 50. كم؟ 50 يا عم تحيدش غالي على 50 ها؟ والله ب 50 نقدر نحققها. ما تتحسش لهم ب 50 موتور يعني قدرنا بسيكل ب 60 ب 50 ب 60 بسيكل. طيب انت ايش تبيها عشان تشتري موتور جديد ولا كيف؟ لا والله ماشي الموتور من جديد ما له حاجه. انا خرجتها بظروف صعبه شبيهه. يعني ايش تبيها عشان ظروفها؟ ظروف صعبه والله. بس غالبا 50 يا عم. والله ما هو غالي. اسمعنا وصلى على النبي. اللهم صل وسلم على النبي. شوف شو اقول لك. انا الصدق ما خارجناش من 50. والله انا خرجتها ب 50 قسما بالله خرجتها ومره تبكيتي ما كانش خرجها وانا ظروفي صعبه عشان محتاجه 50,000 ريال تبيها ب 50. يعني انت تبيها عشان حاجه؟ عشان حاجه. طيب صلى على رسول الله. ما لك حل ثاني ما رايك؟ ما هو احنا نعرف مسابقه يعني انت بتدخل معاهم يسالوك سؤال، لو فزت بيجيبوا لك جائزه احسن لك ما تبيع مطرح. ما رايك؟ لو صعب. لو هو صعب انا ايش اساعدك. ايوه ولا عليك. فين السؤال ده فين هو؟ طيب ما رايك نروح الباص؟ بس انا خايف يا اخي تكون تضحكون علي ولا شيء ولا تزيدون علي. كيف؟
خايف يضحكون علي انا واجيب هنا اجرب لهم موتور. نضحك عليك، قصدك ننصب عليك؟ لا والله يا عم انا ما أنا اجربش الموتور الا في الحركه. اسمعنا هي مسابقة، بيسألوك سؤال بسيط، جاوبت بيجيبوا لك جائزة، ومثل ما قلت لك أنا بساعدك. تعال ولا عليك، قال لك إن احنا ننصب عليك ولا شيء، الله المستعان يا أبا. تعال تعال يا أبا تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب السؤال كالتالي: ما هي عروس القرآن؟ عروس القرآن اللهم صل على النبي. الرحمن. الرحمن. سورة الرحمن. الرحمن إجابة صحيحة. ألف مبروك، فزتوا ب50,000 ريال. 50,000 ريال؟ أها والله أنا خارج شبيه موتور ب50,000 ريال محتاجهم. الله المستعان. بالله أنا ربي حول لي ب50,000 ريال. على نيتك. أنا والله خرجتها قسم بالله، ومرة ماسكة فيها تبكيت ماشي أنا شبيهة، تقول لي إنها مصاريف للعيال. الله المستعان. وأنا خرجتها من ظروف قسم بالله صعبة. أنت الآن بتبيعها يعني إيش بتاخذ بقيمته؟ فينا اروح مو انا ايش لكم، انا خرجت امس قسما بالله اطلب الله ما حصلت راكب ولا حصلت 5 ريال، روحت ما حق العشاء ولا حق الغداء، ما في الا بيها اشتري لهم بر ورز وزي داخل خليني اكل لهم منهم ما يفرقها ربي. يعني طيب يدخل بيسهل الموتورات؟ احيانا كان زمان ايام شغل كانت تدخل مصاريف وتلف، لكن اليوم ما في تدخل ولا ريال. ما فيش، تلف ما شاء الله الموتورات مليان والناس ما فيش. الله المستعان. لو واحد ما حق موتور يقول لك تنفعنا لعيالي، ما فيش مصاريف. لا حول ولا قوة. أنا محمل أسرة ومية بنت معاقة جالها علاجات كل شهر، ما أسوي مين فينا يجيب علاج ولا مصروف البيت ولا أشكال غير الله مذلها. الله المستعان. أنت الآن بتبيعها يعني إيش بتاخذ بقيمته؟ اشتري لهم رز وبر وسكر وزيت، حاجة البيت من زي ما البيت ياكلون منها، ما كمل ما يفرق يا ربي يحب والله. طيب أنت الآن بعت مصدر رزقك، كيف نعيش منو نتصرف؟ طيب فين أروح؟ مش يدينا بقات كلنا يسألونا، هذاك يسألنا هذاك يسألنا، ما فيش يعني فين أروح؟ قررت أبيعها يا أخي هنا، يا أخي خلاص يئست من الدنيا دي، يئست غثيت من الموتور. أروح أدور ما حصلت راكب، ولا اللي حصلت لك 200 ولا 300 ولا 500 تسكب منها بترول ب 250 تروح 250 في ما تنفعك. صح. في تلقى ولا ماء ولا مصاريف ولا أكل، يعني ما فيش معي نص كيلو بر، مش أقول لك كيلو كامل، نص كيلو ما فيش معي بر ولا قليل زيت. الله المستعان. طيب صل على رسول الله. ما رأيك نزيدك سؤال إضافي؟ سؤال إضافي؟ ليش يعني تزيدنا سؤال إضافي؟ يعني لما شرحت لك ظروفي تزيدنا سؤال؟ لما شرحت لي ظروفك؟ لا بالعكس، شوف احنا مراحل. أيوة. المرحلة الأولى سألناك سؤال كان جازته 50,000، الآن نزيد نسألك سؤال ثاني، ما رأيك؟ بين إيش تشتغل؟ أدرس التدريب المهني في الحديدة فين أروح؟ الله المستعان. ما في لا رواتب ما في ولا حاجة، خرجنا نضرب الله. السؤال هو الوضع الحالي الآن الناس ما يقدروش يدخلوا مصاريف يومهم، إيش المشروع المناسب اللي أنت تشوف أنه ناجح في ذي الفترة؟ والله الوضع سيء كله، أنا أشوف أي وضع يعني أي أمل مناسب، أشوف البقالات ذي الأيام مناسبة، البقالات والدك أكيد أي واحد مع بقالة ولا دكان هو اللي شغال ذي الأيام، أما غيرها ما فيش كلها خمل. أنت الآن أجبت إجابة صحيحة بأنه البقالات الصغيرة بالنسبة للوضع الحالي هي تعتبر مشروع يعني لا بأس به، وجائزتك بتكون إن شاء الله سلة غذائية. الحمد يا رب. الحمد لله. الحمد لله. بس في مشكلة بسيطة، أنه إحنا الآن على موعد سفر، إذا رجعنا إن شاء الله آخر الشهر بنجيب لك السلة، ما رأيك؟ تمام على راحتك. أنا خرجت بنيتي أنا أبيع الموتور واشتري بها اكل العيال، رز وسمن وزيت واي حاجه وفضي هنا في البيت ياكلوا الحمد لله. صاحب البقاله ما يشوف عنده زباين يشوف نفسه انه ملك، يجي الحق قدام الناس قدام الزباين، اضطر انا اجلس واقف ساعه قدام البقاله والله لما يخرج الزباين. لما شفتهم العيال 2 بنات والولد الصغير هذا مولود. الله المستعان. اعتبرنا ابنك وخرج اللي في قلبك. ما حصلت كده واحد يسألنا كده أفضفض له ما في قلبي، ما حصلت كده واحد يسألنا كده أفضفض له ما في قلبي. هي بنتين صغار والأم مولود، يمرضوا أروح أدور حق العلاج. ده أصعب موقف عندي، أكون أتمنى أشق الأرض تشق الأرض تبلعنا قدام الناس عادي، أضحك وفرفش وذاك ما ظهرش لأي إنسان أنا مهموم أو زعلان أو أي حاجة عشان ما يكونش الإنسان. بس ربي داري. الحمد لله ربي داري وربي يشوفك. ربي يشوف أنا وداري. وأنت عندك إيمان أن ربي يعرف اللي تمر به الآن. أيوة. وأنه قضاء وقدر وأنه مكتوب عليه. صحيح. وتشكر الله وتحمده. خلاص أنت الآن تنجح في الاختبار. قدر خيرها وشرها إن شاء الله نرجع لك بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. مشاهدينا الكرام سنعود إن شاء الله، نراكم على خير. نراكم. بسم الله وعلى بركة الله نواصل. مهما اشتد ظلام الليل وكان حالكا لا بد من بزوغ نور الفجر. بسم الله. السلام عليكم. كيف حالك؟ حياك الله. الله يسعدك. تعال لو سمحت.
حالك؟ كيف انت بخير؟ والله الحمد لله زين. حصل جائزة، ايش كان باقي لك؟ باقي لي عندكم سله غذائيه. سلة غذائية. سله غذائيه. طبعا انا والشباب قررنا نزيد الجائزة ثانية بس مقابل تحدي. مستعد تحدي. طيب عن اذنك بنركب لك المايك. ايش التحدي؟ التحدي انك يعني بتوصل عند صاحب بقالة يكون في حارة. ايوه. وتطلب من صاحب البقالة انه يتكفل بايتام لمدة شهر. ولا موافق يمكن تخسرنا. قصدك انك بتخسر؟ ايوه. انت ما عليك جرب. محل ولا بقاله ولا دكان؟ لا مش ضروري يعني بقالة ولا شيء، المهم انه محل. ايوه اي محل. في الحاره ممكن ما نحصلش، في السوق يمكن اعتقد ان نحصل. يعني اصحاب الحاره ما شاء الله ما في شيء، ما شاء الله عندنا ما في شيء. لا بس السوق القريب ذا اللي جنبك. بنجرب. أكثر من كذا ما اقدرش. بنجرب في السوق ان شاء الله. نبدا ده معاه. اول محل، يلا نبدا نسوي. نبدا معاه. السلام عليكم. الجماعه معهم مسابقه تحدي، يتحدونا في موضوع. انا اقنعك في موضوع انك تقول اسره لمده شهر. أيتام. ممكن ايتام. ممكن. ها؟ كيف؟ ما انتش حير. ما انت شايف؟ ايوه الصدق صدق، يقول لك ما ماشي حير. براحتك، تعال. يعني انت ايش تخسر؟ انا قنعتها ما رضيت. ايوه باقي لك ذا. السلام عليكم. كيف السلام ورحمة حالك؟ الله. مسابقة تحدي جماعة معهم مسابقة تحدي. وهم تحدونا ان انا اقنعك في الموضوع على انك تعول اسرة ايتام لمدة شهر. هل تقدر؟ ممكن؟ ايوه مستحق. مستحقين. موافق؟ موافق؟ موافق. موافق. يعني فزت بالتحدي. بس هذه جايزة. هذه جاهزتي؟ ايه. طبعا يا شباب هم معاهم موتور من اول صح؟ تصدق ولا اي واحد مسكين. يقول لكم انه الموتور الاول بيتصدق به لاي واحد مسكين. البقاله حقك كم لك من يوم ما فتحتها؟ يعني البقاله دي جديده صح؟ جديد، البقالة جديد. البقاله حق الاخ جساس صح؟ ايوه. طيب في معنا لك مفاجاه. طبعا البقاله مش حق جساس. أيوة. البقاله حق من؟ شوف هنا. لا حكيت البقالة. ها؟ حكيت. والله العظيم حقك. انت تستحق اكثر والله والله. طبعا احنا كنا نجهزها لك، انا ما قد وصلت المكان هذا عشان انت لا تشك، والمكان هو قريب من بيتك صح؟ وانت تستاهل بقاله وتستاهل اكثر والله. للسعادة قوانين كثيرة أهمها البساطة والرضا. من أمام فرحة البسطاء كانت هذه هي الحلقة الأخيرة من برنامج خاطرك مجبور للموسم الثالث. نراكم على خير، دمتم في رعاية الله. كنت اتمنى عمري كله ان املك بقالة ولا دكان صغير. حصلتها الحمد لله رب العالمين. كالزهر يفوح بلا ثمن، كالبسمة في وحشة زمن، كالغيمة مثقلة بالماء. جاء الخير